يا عبد الله اما مكرم معدي كده مش رد السلام متكبر قوي علينا. يكون شبع يا اخوي. ممكن يا ابوي ليه لا؟ يا ابو كل ودناك ما خذ الدرع. شبعوا يا عم وتنك علينا ولا إيه؟ ممكن يا ابو كل نفسه عليه. طيب يا تعال على مين؟ تعال على انا وانت. يا قايد لا يا عم مش معقول كلام ده والله. انا عمري في حياتي ما تكبرت على حد ولا عمري نطلت على حد، ولا اذا كان شهرتي هتزعل مني حد. انا 1000 متابع يحبني ولا ملايين تكرهني. يا بابا يا حبيبي يا كنت بالاختلاف مع الناس بتتدخل في الملهاش فيه. ما انت معدي ما رديتش السلام. يا اخي عادي زعلان عشان كده عبد الله. ممكن يكون نسيت يا اخي، اتلهيت مثلا ما خدتش بالي. سرحان يعني سرحان. ممكن تكون سرحان. طب عينك في عيننا وما شفناش يعني. في ناس بتمشي هي وماشيه بتبقى عينها بعينك بس مش هنا عندك خالص، مش هنا واصل. ليه تاخذ الفكره ان انا متكبر؟ ليه تاخذ الفكره ذات نفسها ان انا مش عايز ارد عليك سلام؟ ليه تاخذ الفكره ذات نفسها ان انا اصلا شبعت من زي ما انت بتقول بتتكلم؟ ليه؟ عشرتني؟ شفتني؟ يا ابوي ده مصطفى اللي بيقول، انا ما قلتش حاجه. لو انت يا مصطفى عشرتني ما انت معدي ما رديتش السلام يا اخي علينا. يكون انا عندي اعصاب. بس ام خالد بيقول ده تكبر. ما ليه اتكبر على مين؟ اتكبر على مين؟ على الناس. طب هي مين طلعتني؟ مش الناس. رد علي، مش الناس اللي طلعتني؟ ايوه الناس برضه بيقوموا زي ما خالد الدرع تكبر علينا يا عمي. ممكن يكون ليه حياه خاصه، ليه مش عارف اذا حاجه بعملها بنسى بعمل، كله بينسى في توهان. ايه حياتك الخاصه يعني؟ هموم مع الناس هموم. في حياه خاصه انا ما اقول لك ليه اقول لك عليها انا؟ ايه دخلك معايا عشان اقول لك اصلا؟ وبعدين يا حاج مكرم انت من اكبر خط الدرع، مش بنقعد معنا على الدرباس زي ما بنحكي مع بعضنا. احنا مش بنقعد على الدرابيس ونحكي. ما راي مصطفى جاي ويقول جنب مني. انت خالتي خلي بالك بقيت حاجه ثانيه. بشر غير البشر يعني. صح ولا غلطان يا مصطفى؟ ما عشان كان يقعد معنا 12 بالليل. على الدرباس. ايوه على الدرباس ده. طب رد علي يعني. على الدرباس 12 بالليل. طب ربنا يهديكم، عشان فيكم ناس طماعه، كل اللي باصص على الدرع وباصص على الفلوس وبس ده دخل كام، ده مش عارف كام، وهو الجدع اللي فيكم اللي عايز الجعل يترزع على القهوه ويشغلني على كرسي وعايز يا باشا اللي يطلب له طلبات يطفى على حسابي. طب هو ده تعب وشغال تاخده مني؟ ابويا فين لما تسقينا على حسابك يا اخي؟ طب اسقيك مره، اعمل معاك مره، اعمل معاك الثانيه، كل مره. ايوه. ليه بتشاركني في النص انت؟ بتتعب معاي، بتطلع معاي، تعبت عملت معاي. يا عم لازم تبكشش على حبايبك يا عم الحاج. الطمع يا ده الطمع ربنا كرمك يا اخي وخدت الدرع يا اخي، ربنا كرمك، بكشش على الناس اللي معاك دي. ابكشش يوم ما ابكشش لناس غلابه يكون محتاجه، ناس محتاجه صح، ومش لازم اطلع انا اتصور واعمل واقول الناس المحتاجه هي تديها والله بقى مسابقه مش عارف ايه. انا مش بتاع الكلام ده، انا مش بتاع الكلام ده، ولا اظهر نفسي قدام ناس ولا اعمل ايوه ايه تعالى معانا السؤال مش عارف ايه مبروك كسبت. لا انا مش بتاع الكلام ده. اللي ربنا كرمني بيه ادينا ناس من غير ما حد يعلم ولا يشوف. يا عم احنا بنقول لهم دائما ربنا كرمك يا اخو من وسع. ما فيهاش حاجه لما تدينا كوبايه شاي يا اخي. بيعايرك اللي كنا السياره نخمسها احنا الثلاثه. طب شوف فاكرها؟ شوف بيعايرك دلو لما البليه مشيت معاه. البليه مشت معاه يا اخي. ربنا يهديكم، خلي قلوبكم عمار، ربنا يزيدك. وادعوا للناس الناجحه، والناس الناجحه ادعوا لها بدل ما انتوا جايبين وتجيبوا تحطوا عليهم. ادعوا له ربنا يكرمه بالنجاح. يعني احنا قلوبنا مش صافيه؟ والله العظيم لو قلوبك صافيه ما تقول عليه الكلمتين انا وماشي، والله ما تقولها يا راس والله خلي قلبكم صافي. يا عم مصطفى احنا قلنا ما تكرهوش الناجح، ما تكرهوش. وحتى سلام ربنا راي ما ردوا، بس سلام ربنا ما ردوا علينا عم عبد الله. هو شوف بقول لك اياه قال ما تكرهوش الناجح، يعني نجحت رايح الكليه. ادعي لي ربنا يهدينا وينجحنا. يمكن ذات الايام لو ربنا كرمني وطلعت فوق انا مش هسيبك والله. انا مع الناس الغلبانه، مع الناس اللي تحت دي، الناس اللي ما حدش شايفها. والله في ناس معدومه، والله في ناس قسما بالله بتاكل العيش حاف. بس يا عم الحاج، بس يا عم الحاج، خلاص خليك انت في شغلتك وفي نجاحك وفي كاسك وفي اللي اتخذته. خلاص احنا يا عم مش عايزين منك حاجه، احنا كرهناك قبل ما نشوفك. الله يصلح حالنا وحالك يا عمي. اذا كان مش عايز تدينا حاجه من لبنك خلاص يا عم ما اديناش حاجه، احنا لنا الدرباس وانت ليك الكاس يا عم. الله يسهل لك، الله يسهل لك. روح يا عم، روح يا عم، روح يا ابوي، روح يا عم، روح. لما ده غنى بعد جوع يا عم الحاج.